كل بلد في الدنيا بيبقى ليها رموز كده معروفة بيها، أيقونات زي ما بنقول، حاجة أول ما بنشوفها بتعرف إنك في البلد الفلاني. ممكن تبقى أثر زي الأهرامات عندنا، أو مبنى زي برج خليفة في دبي، أو حتى أكلة زي البيتزا الإيطالي. إنجلترا بقى عندهم أيقونات كتيرة، منها الأثري ومنها المعماري، بس هم كمان معروفين بوسيلة مواصلات معينة، الأتوبيس الأحمر أبو دورين، ومنتشر بالذات في لندن، والأتوبيس ده هو الأساسي في البلد كلها. تخيل بقى إن الأتوبيس ده ما بيتصنعش في إنجلترا، تخيل كمان إنه بيتصنع هنا في مصر من صنع إيدينا، وبنصدره لهم في الكونتينر. مدينة الصالحية الجديدة اتبنت في أوائل الثمانينات، في النص بالظبط بين القاهرة ومواني بحرية عملاقة زي الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط، يعني موقع مثالي للإنتاج والتصدير. وفي سنة 94 بدأت في قلب مدينة الصالحية حكاية مصنع مختلف، مصنع MCV. أكتر من 9 مصانع بيصنعوا كل أشكال الأتوبيسات اللي ممكن تخطر على بالكم، من الميكروباص للأتوبيسات السياحية الفخمة. ولكن نجم المصانع هو اللندن باص، الأتوبيس اللي أول ما تشوفه تعرف إن أنت في لندن. الأتوبيس الأحمر أبو دورين طلع صناعة مصرية. الأتوبيس ده وغيره من الأتوبيسات عملية تصنيعهم معقدة جدا، وبيدخل فيها عناصر كتير، يمكن دي تكون من أعقد الصناعات اللي زرتها لحد دلوقتي، ولكن كالعادة بتبتدي بخطوة بسيطة جدا. هنا المصنع المسؤول عن تصنيع أجزاء الأتوبيس. كل أتوبيس بيتصنع له هنا في المصنع ده من 700 جزء ل 1000 جزء حسب الأتوبيس. يعني الميني باص ممكن ياخد 700 جزء من المصنع ده، الباص ممكن ياخد حوالي 1000 جزء. احنا عندنا مكانتين ليزر، دي واحدة منهم. دي مكنة ليزر، دي بتشتغل صاج ومواسير في نفس الوقت، يعني هي دلوقتي شغالة بصاج في نفس الوقت. أي فتحات بتعملها، أي فتحات، وبرضه زي الروبوت كده بتنزل لها البرنامج وهي بتشتغل. وتشتغل زيه. دي المواسير اللي بتكون جزء من وصلة الشاسيه. اوكي. بس المكن الليزر هو اللي بيعمل الفتحات. هو اللي بيعمل الفتحات. ده متهيألي ما كانش بيتعمل يدوي برضه زمان. كان بيتعمل بالبلازما اليدوي، في بلازما يدوي بتفتح، بس طبعا بيبقى فيه رايش وما بتبقاش الابعاد بنفس الجوده. ما بتعرفش بنفس طبعا كده. المكنه دي جودتها بتوصل للمايكرون، المايكرون هو جزء من الملي. لا وهتلاقي كل القطع هي كلهم زي بعض بنفس الجوده، لان ده بيعدي منه الكابلات، وعلشان كمان ما يقطعش الكابلات. ما يقطعش الكابلات طبعا. تمام، برافو. الأجزاء اللي بتتم تصنيعها وقطعها بالليزر بتروح على مرحلة التجميع. احنا هنا في مصنع اللحام، بعد الاجزاء ما انتهى تصنيعها في مصنع الماكينات بتيجي لمصنع اللحام عشان تتجمع على الجيجات او الفرم. كل جزء بيروح في المكان بتاعه زي ما حضرتك شايف هنا. بيبدا العامل يرص الاجزاء كلها. الجيج دي اللي هي اللبني، والمنتج ده اللي هو الحديد الاسود. ده بيبقى زي الدليل. ده الدليل. يعني هو بيرص كل القطع عليه. الاتوبيس يبقى الجنبين وش وظهر وسقف وارضيه. بس قبل ما نجمع هيكل الأتوبيس عرفت معلومة مهمة جدا عن العاملين في مصنع MCV. عندنا مركز تدريب للحامين، وعندنا مدرسة. المدرسة دي مش بتدرب بس اللحامين، بتدرب اللحامين والناس اللي بتشتغل في الدهان وفي الكهرباء. المدرسة فيها حوالي 450 طالب. مدرسة بجد يعني. مدرسة مع بالاشتراك بيننا وبين وزارة، بتدي شهادة بالاشتراك بالتعاون بيننا وبين وزارة التربية والتعليم. زي الصنايع زمان كده، يعني من بعد الإعدادية بيجي لك الطالب. تمام. لو هو حب بيجي لي بيدخل عندي، بيشتغل في المصنع 3 أيام ونظري يومين، وبيتدرب ويخرج معاه شهاده، وبيتعين عندنا بخبره. يعني انا العامل الطالب اللي بيتخرج من عندنا بيجي بشهاده خبره 3 سنين وبياخد مرتب اعلى. ما شاء الله. ده عشان نضمن ان احنا نجيب عماله مهره متدربه جوه المصنع لمده 3 سنين عشان نحافظ على الجوده زي في اماكن حساسه زي اللحام والدهان والكهرباء. نرجع بقى نجمع هيكل الأتوبيس. بعد ما كل الاجزاء اتلحمت وخلصت وتراجعت جوده، بيتراجع ويطمن كل اللحامات تمام وكل الابعاد مطابقه للرسم الهندسي، بنبدا نجمع الاتوبيس بالشكل النهائي اللي انت شايفه دلوقتي. هو دلوقتي بدا يبقى شكله يبان فعلا. يبقى اتوبيس. بس انت هنا بعد الجنبين والسقف والارضيه وبركب الوش والظهر، وببدا اعمل اللحامات، بثبته في الفرمه وابدا الحم بالشكل اللي حضرتك شايفه دلوقتي. ومن هنا بيخلص كل البادي بتاع كل اللحامات. في بعض الاجزاء بتتلحم بعد المرحله دي. حلو. بس اجزاء التجليد بسيطه، وبعدها الاتوبيس بيروح يتعالج ويكمل مراحله في باقي المصنع.